السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا تسليم مطبخ جديد من مطابخ العمر اللي بنسلمها كومباوند الخمايل في الشيخ زايد. النهارده المطبخ من خامة الاكليريك. الخامة طبعا من خامات المطابخ الخشب، زي ما انتم حضرتك شايفين اللمعة بتاعتها والجودة والتقفيل. هنعرض لكم المطبخ بالديزاين بالماتيريال بالاماكن الاجهزة. طبعا في اختلاف كبير ما بين المطابخ الكلادنج والمطابخ الاكليريك او الخشب او البولي لاك عموما. طبعا زي ما احنا شايفين الضرفه بتبقى كلها قطعه واحده، عليها طبقه الاكليريك اللمعه اللي احنا شايفينها دي، ما مش زي الالوميتال. الالوميتال بتبقى 4 قطع الضرفه وجواهم الحشو اللي هو الكلادنج او الخشب، والضرفه زي ما احنا شايفين كلها من جوه معزوله ضد الميه، والمطبخ كله الكونتر بتاعه معزول ضد الميه باللون الابيض دوت. طبعا المطابخ الخشب بتبقى باللون الابيض من جوه. في البدايه معانا اماكن الاجهزه بتاعتنا. عندنا هنا طبعا اللي بيحدد لنا اماكن الشغل كله والتقسيم بتاعت المطبخ الحوض، ولو في غاز زي كده تبقى الغاز وصرف الحوض والصرف بتاع الغسالات. فاحنا عندنا هنا صرف الحوض جه في المنطقه دي بالظبط، وبعديه جه هنا صرف الغسالتين. هنا في غسالة اطباق وغسالة ملابس هتحط في الجزئيه دي، فتتعمل حساب متساب مكانهم فاضي. وهنا في المنطقه دي الحوض جه كبير، فعملنا له اليونت دي كلها بضرفتين، ومعانا المساحه دي كلها بتستخدمها مع فلتر باسكت زباله الكلام ده كله. زي ما احنا شايفين الدرف كلها سوفت كلوز بتاعت المفصلات. وعندنا هنا عملت طبعا هنا طبعا منطقه البوتاجاز زي ما شرحت لحضراتكم من شويه. منطقه البوتاجاز عشان الغاز بتاعه نازل اوكي، فعملت يمين وشمال ترولي زيت. طبعا ما تستخدموش للزيت بس، معانا البرطمانات الزيت اي حاجه محتاجينها طبعا عشان الشكل وعشان اوصل البوتاجاز في النص بالظبط، وكمان يديني مساحه حركه ممتازه في المطبخ. فهنا البوتاجاز. وكمان عندنا هنا في بدايه المطبخ طلب مننا ان احنا نعمل التلاجة والديب فريزر في الجزئيه دي كلها هيتحطوا هنا، مش عاوزين فيهم اي حاجه. طبعا طلب مننا ان المطبخ يتعمل بمساحه حره في الحركه، فمش عاوزين يملوا المطبخ كله، فبالتالي اتعملت المنطقه دي لترابيزه والديسبنسر بتاع الميه، والمنطقه دي للتلاجة والديب فريزر، وفوقها فاضي عشان نحس بالوسع في قلب المكان وما يضايقناش ما يبقاش المطبخ كله رص 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 في المنطقه كلها. فنيجي بقى من البدايه هنا، عملنا بعد هنا منطقه الكولر والديسبنسر، عملنا هنا ضرفين تخزين كبار وفوقيهم برضو. وبعد هنا كده طبعا زي ما شرحت لكم غساله وغساله وحوض، وفوق عملنا برضو هنا وحدتين كبار طرفين زي ما انتم شايفين بالمساحه دي كلها. المفصلات بتاعت السوفت كلوز. طبعا الدواخل بتاعت المطبخ كلها من الكونتر. وهنا في الجزئيه دي عملنا المطبخيه لان ما كانش ينفع تتعمل في الجزئيه دي عشان هنا في شباك، فترحلت شويه يمين، وكده كده هي فيها درج تصفيه ميه فما بتاثرش على المطبخ في اي شيء. وهنا المنطقه بقى نيجي للجزئيه دي زي ما قلنا عملنا هنا الاتنين ترولي شمال ويمين بتوع المطبخ. وعملت هنا في الجزئيه دي في سخان غاز هيجي يركب هنا في المنطقه دي، حتى معمول له الفتحه بتاعته. عملت هنا رفين صغيرين جنب البوتاجاز. وهنا طبعا الوحده اللي فوق البوتاجاز عشان هنا هيركب فيه شفاط زي ما حضراتكم شايفين. هنا طبعا في الوحدتين دول عملتهم بشكل ديكوري بحيث تحط فيهم فازات، تحط فيهم اي حاجه. وننقل بقى الجزئيه دي في المطبخ. عندنا هنا طبعا الكورنر ده عشان يبقى مستغل، عملنا له كورنر ضرفتين بيفتحوا كده بزاويه، بيقفلوا طبعا كده بكل هدوء. وهنا طبعا عشان نراعي الشكل الجمالي ميبقاش ضرف ضرف ضرف، عملت هنا ضرفتين قلاب زي ما احنا شايفين كده بيفتحوا، وجنبيهم ضرفتين ديكور. وهنا طبعا عشان مساحات التخزين الواسعه اللي احنا محتاجينها في المطبخ دي وحده تخزين كبيره اتعملت. طبعا المطابخ الخشب تميز طبعا بسمكها والمتانه بتاعتها والجوده في التقفيل بتاعها. وبالنسبه للجزئيه اللي تحت عملنا هنا 3 سبت بامبو بيفتحوا للخضار، للبطاطس، الرز، سوري البصل، الثوم. وهنا طبعا
رف كبير. طبعا الحاجات دي الارفف الكبيره دي بتتعمل بس في المطابخ الخشب، عشان المطابخ الالومنيوم بتبقى عباره عن شاسيهات وحشو، انما المطابخ الخشب بتبقى حته على بعضيها ومتربطه من الجناب ما فيهاش اي حاجه. وهنا عندنا طبعا ده درج المعالق بالتقسيمه بتاعته سوفت كلوز كلها. طبعا مطابخ الخشب بس اللي بتتعمل سوفت كلوز. وعندنا هنا الدرج الاخير ده درج كبير برضو زي ما بنعمله في كل مطابخ الموتيل او خشب. وهنا طبعا عملت ضرفتين علشان ترد على ضرفتين الحوض بنفس الحجم وبنفس الوسع، وطبعا معايا المساحه دي كلها في التخزين. وطبعا مش هنقول ان المفصلات برضو سوفت كلوز زي بقيه المطبخ. طبعا في اختلاف كبير ما بين المطابخ الكلادنج والمطابخ الاكليريك او الخشب او البولي لاك عموما. طبعا زي ما احنا شايفين الضرفه بتبقى كلها قطعه واحده عليها طبقه الاكليريك اللامعه اللي احنا شايفينها دي، ما مش زي الالوميتال. الالوميتال بتبقى 4 قطع الضرفه وجواهم الحشو اللي هو الكلادنج او الخشب. والضرفه زي ما احنا شايفين كلها من جوه معزوله ضد الميه، والمطبخ كله الكونتر بتاعه معزول ضد الميه باللون الابيض دوت. طبعا المطابخ الخشب بتبقى باللون الابيض من جوه، اما المطابخ الكلادنج فبتبقى المطبخ على حسب لون الضرفه. ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناه. وكان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.